السلام عليكم. ضيف النهارده في مصري اصلي واحد من ألمع نجوم جيله. انا شخصيا بحبه وبحترمه وبحس ان هو ليه مكانه متميزه، وشايفه ان هو من الشباب المصري الاصلي، وان كان عرفت بالصدفه ان هو ليه عرق تركي. احمد سيد عبد الغني منورني. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا جميل. احمد، انت اصلا من فين في مصر؟ انا من مصر الجديده، يعني مولود في مصر الجديده. يعني الطفوله، المراهقه، كل الحركات كلها في مصر الجديده، والطفوله والمراهقه والكوره والدراسه وكل حاجه في مصر الجديده، ولا زلت لحد دلوقتي. الجذور، انا اعرف ان في جذر تركي في عند عائله امي، يعني جد امي ده تركي رسمي. والمصري بقى اصوله فين عارف؟ المصري اللي عند المصري موجود الشبرا بقى. شبرا. امي ابوها من شبرا، وابويا انا من العباسيه، يعني عايش في العباسيه، وكان جدي اللي هو ابو ابويا من المنصوره، يعني بلد المنصوره. عمرك رحت المنصوره؟ لا خالص للاسف. طب احمد، كلمنا عن مواصفات مواطن مصر الجديده، قول لي ميزه وعيب فيه، زي المواطن الشرقاوي والمواطن السوهاجي والمواطن لا بص، هو مصر الجديده يعني انا بطلع بره مصر الجديده بيجي لي زي مش خنقه، لكن بحس غربه. يعني لما بشوف حد من مصر الجديده بعرف وشه، يعني وشه يقول لك ده من مصر الجديده، بحس ان هو من مصر الجديده. بس ما فيش مميزات او عيوب، واضحه قوي يعني. او السمات المميزه ليه، يعني انت بتعرفه بتقول من وشه كده. هدوء، في هدوء، في رصانه مثلا، يعني رزانه شويه طيبه شويه، في هدوء شويه قوي. وبعدين مبتسمين شويه، سكان مصر الجديده تلاقيهم معظمهم مبتسمين. انا بشوفهم مبتسمين، يعني ما اعرفش، يمكن بيضحكوا لي انا ماشي على الله، بس بشوفهم مبتسمين يعني لكن هي عيوب دلوقتي مصر الجديده بقى العيوب الزحمه، يعني دلوقتي العمليه بقت عيوبها هي الزحمه. طب احمد، لو لم تكن مصريا لوددت ان تكون؟ انا بحب تركيا قوي. رحت اسطنبول 6 مرات 7 مرات يمكن. رحت شغل؟ رحت انت عايز تروح؟ لا، رحت مره واحده شغل، و6 مرات التانيين كانوا انا بحب اروح، يعني بتفسح هناك وبعمل شوبينج بتاع اسطنبول. الدم بيحن برضه؟ دمي لا مش بيحن قوي، بس هي انا عندي الهوم سيكنس شويه. انا بسافر بره اي بلد في الدنيا بعد 3 ايام بتجنن، ببقى لازم ارجع، مش قادر استحمل يعني. اسطنبول ممكن اقعد فيها شويه، لان هي فيها روح شرقيه، روح مصر شويه، الى جانب في تقدم شويه، يعني في شويه مثلا المرور، في احترام شويه للمرور. واخدين روح اوروبا شويه، سلوك شويه هم واخدين روح الشرقي، واخده تاتش اوروبي شويه. حتى في الاكل، يعني الاكل تلاقيه شرقي كله، يعني تخش المطعم كل اكلهم بتاعنا اللي احنا بناكله، لكن تلاقي في سلوك في الشارع اوروبي. فبحس ان انا نفسي ابقى كده يعني. لو لم تكن مصريا لوددت ان تكون تركيا. اوكي. طب انت جاهز للاختبار الجنسيه المصريه؟ جاهز، ربنا يستر. هسالك 9 اسئله وعايزك على الاقل تجاوب 6 صح. على الاقل 6 صح عشان تاخد لقب مصري اصلي. ربنا يستر. اقل من كده هنشوف موضوع تركيا ده هنعمل فيه. هنشوف على الشكل هروح تركيا كده. السؤال الاولاني، قبل ظهور عمليات التجميل في مصر والنفخ والسيليكون ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، كانت السبعينات شهيره باختراع مصري هو اللي بيسمن الستات، وهو المسؤول عن الست، يعني تبقى ماليه مكانها. وهو التطور الطبيعي ليه كان بالسيليكون، لكن التاني كان ابن الطبيعه اكتر، يعني ما كانش صناعي. وكانت اعلاناته مغرقه الشوارع والجرايد والمجلات. السبعينات واوائل الثمانينات كمان، الستينات وانت جاي، كان هو يعني النجم في الحته دي كانت ماده طبيعيه، يعني كانت تركيبه طبيعيه. صعبه شويه، مش اي حاجه. بتتباع عند العطارين. ده عند العطارين. وكان اسمها مربى ايه؟ مربى لا صعب. عمرك ما سمعت عن مربى خرز البقر؟ سمعت. لا بس مش عارف انها بتعمل حاجه. لا هي كانت ما جربتش فما اعرفش. هي دي كانت شغلتها. وهي كانت الاساس اللي اتبنى عليه بعد كده افكار السيليكون والتجميل والحاجات دي كلها. كانت مشهوره جدا. مربى خرز البقر دي موجوده لغايه دلوقتي؟ موجوده بس مش منتشره. خلاص بقى. يعني ممكن بقى فيها مخاطره دلوقتي، لكن الحاجات العمليات بقى اسهل دلوقتي. 1-0 ليا. 1-0. طب احمد، هو ليه في العرف الرجاله المصريين ان هم بيحبوا الست التخينه اكتر؟ يعني انا ما بحبش التخين، واكره التخن بجميع اشكاله ومراحله وانماطه وكل يعني عندي مشكله جامده جدا في التخن، يعني
ولما بشوف حد تخين بقعد ازن عليه ان هو يخس، سواء كان ولد صاحبي او بنت اعرفها او اي حد في العيله بره العيله، لازم. لان التخن ده اصله اولا بيجيب اكتئاب وبيأثر صحيا على حاجات جامده، يعني بيأثر على القلب وبيأثر على الرقبه وعلى الركبه وحاجات كده. صحيح. وتلبس وحش، يخليك تلبس مش عارف تلبس، يخليك مش عارف تتحرك، يخليك شكلك كبير في السن. فانا ما بحبش تخن، يعني انا من يمكن زمان كانوا بيحبوا التخن، يقول لك الست لازم تبقى مليانه وحاجات كده، لكن دلوقتي اعتقد بقى هو طبعا قلت شويه عن زمان. زمان طبعا كان في مقاسات يعني ستاندرد. حتى الراجل زمان، يعني الرجاله زمان كانوا يقول لك انا عايز ست مربربه او تخينه. دلوقتي العمليه دي اتلغت بقى خلاص، يعني لازم تبقى شكلها جميل. 1-0 ليا. 1-0 بقى من ايام خرز البقر ده. خلاص ما انا عارف. عامل دلوقتي اختبار اصوات. خش على الثاني بقى. انا جامد في المزيكا، انا بحب المزيكا. لا هسمعك بقى صوت مذيع مش صوت مغني. مش جامد في المزيكا ولا حاجه. سمعك صوت حد من المذيعين، مذيع مصري اصلي من الاصوات اللي اتربينا عليها وعايشه في وجداننا يعني وليها مكان مهم جدا. ان شاء الله تعرف. سيداتي وسادتي، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز، أرض الديانات، الأرض المباركة التي ضحينا في سبيلها بالغالي والرخيص. هذه الأرض التي هي معبر لكل قوات الغزو التي حاولت أن تلنا من مصر. هذه الأرض. هو عايش لغايه دلوقتي؟ عايش. محمود سلطان طبعا. 1-1. 1-1. محمود سلطان معلم معاك بايه؟ عالم الحيوان. يوم الجمعه بعد الصلاه كنت اصلي وانا اتفرج، ده رسمي يعني. وبعدين ناكل ملوخيه لازم. طبعا. طب انت لو اخترت حيوان، الطشه تلاقيها نازله من لو اخترت حيوان او كائن تاني وعايز تمنحه الجنسيه المصريه، شايف ان هو عنده طائر حيوان يعني وشايف ان هو فيه يعني يستاهل الجنسيه المصريه؟ انا عاشق للكلاب. الكلب ده كائن يعني، وعندي كلب انا عاشق للكلاب. الكلب ده اوفى حاجه بشوفها في حياتي. طب ايه من الطيور مثلا غير النسر اللي عند العالم اللي احنا عمرنا ما شفناه؟ انا عمري ما شفته. محدش فينا شافه خالص يعني. ايه من الطيور تحس ان روحه مصري؟ انا شفته انت؟ بحب الحمام. بحس الحمام مصري برضو قوي. في ايه؟ وطيب. حمام طيب. يعني هادي كده، عاقل. في ألفة، تحس في ألفة يعني بحب اتفرج عليه يعني. 1-1 مظبوط. سؤال فوتوغرافيا. خش. هوري لك صورة والصورة دي صورة مجلس قيادة الثورة. مجموعة منهم، لو سميت لي 5 من المجموعة هعتبر لك الإجابة صح. طيب جاهز؟ طيب اقول هم 9. قول لي 5 صح. طبعا الرئيس جمال عبد الناصر. تمام. ابو حكيم عامر مشير. حدد مكانه يعني. على اليمين. حاول تقول لي على اليمين تحت اهو. عبد الحكيم عامر، بعدين جمال عبد الناصر. صلاح سالم فوق لابس نظاره. تمام. انور السادات اللي هو تاني واحد على الشمال. مظبوط. عايز كمان 2. اسمه حسين السيد. قلت حسين السيد ولا حسين السيد؟ مش كده اسمه حسين ايه؟ الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد. لا اسمه حاجه ثانيه. ده احنا في سوق العصر المسلسل قعدنا رصيناهم كلهم في المشهد بتاع المحكمه ده. حكيم عامر وصلاح سالم وجمال عبد الناصر وانور السادات. فاضل 2 معروفين يا اخي. ما هم معروفين جدا. حسين سالم، صلاح سالم. لا صلاح سالم صلاح سالم قلنا. طب حسين ماشي، بس حسين ايه؟ ومين فيهم؟ حسين لما حسين الشافعي اخر واحد فوق. حسين الشافعي على الشمال هناك ده. طب نمشي حسين، خليها حسين الشافعي. فاضل 1. لا حسين انا اللي قلته. والله انت اللي قلت حسين. انا قلت حسين قبل كده. انت ما طب صلاح سالم ملوش اخوات؟ ليه اخوات طبعا. صلاح سالم مين بقى؟ كان ليه اخ في طبعا. مين؟ صلاح سالم معروف ليه. احنا عارفين كلنا ليه اخوات. صلاح سالم تكسر عباس العقاد على طول. بس عم بنعمل رياض. بنعمل رياض. شهيد بنعمل رياض استشهد في حرب اكتوبر، بس ما كانش في قيادة الثورة. في عندك فوق خالص عبد اللطيف بغدادي اللي جنب صلاح سالم. ايوه تمام. ايوه. حسين الشافعي قلناه. عندك اللي قاعدين من الشمال كمال. في حد كمال حاجه؟ لا مش كمال. كمال الدين حسين في النص. كمال الدين حسين. ايوه. اللي قاعدين بقى عبد الحكيم عامر، جمال عبد الناصر، جمال سالم، خالد محي الدين.
2-1 وكنا هنتورط ونحط حسين السيد الشاعر الغنائي الكبير في معلش. راجل الثوره، بس لحقنا نفسنا معلش. وهنكمل مع احمد بس بعد الفاصل. 2-1 لاحمد سيدي عبد الغني، والسؤال اللي جاي سينما منطقتك. خش يا باشا. هوريك مفيش فيلم ربنا يستر. تمام، مفيش فيلم آه. لطيف كلنا بنحبه ومتربيين عليه، بس عايزين نعرف هو فيلم ايه. بالنظر نهاد شريف نبيل عبيد ده اتربينا عليه. اه ده اسمه ايه؟ ايوه، ده بتاع الحرب. لا مش بتاع الحرب، محمد راضي اصله بيعمل حاجات الحرب كتير. قصه الاستاذ يوسف السباعي. يوسف السباعي نداه. نداها يوسف ادريس. يوسف ادريس نداه. شيء من باقي، لا مش شيء من باقي. مش واخد بالك الاسامي طيب الصغيره؟ اه احمد مظهر، نهاد شريف، نبيل عبيد، محمد خيري، احمد زكي. احمد زكي، حاتم زكي. ده في حرب كان. ايوه كان في حرب. بقول لك محمد راضي عمل افلام ايه حرب بقى؟ كتير. هم افلام الحرب واحده نايمه واحده قايمه، هم يعني مين فيهم؟ معروف قوي. انت فاكر الغنوه كانت في الفيلم؟ لا. لو افتكرت الغنوه هعتبرها لك درجه. كان في غنوه مؤثره قوي بتاع بتاع الحرب ده انا عارفه. بتاع الحرب ده القصص اللي زالت في العيب ده بتاع محمود ياسين ومالناش دعوه بيه. مش بدور، مش بدور، لا مش بتاع حد نجلاء آخر فتحي. العمر. نجلاء فتحي بدور، لا. مش الوفاء العظيم، مش ابناء الصمت. مش ابناء الصمت، لا. فاضل اللي هو ده، ولا اغنيه على الممر حتى. لا مش اغنيه عمر. يا خبر ابيض. تصدق كان في غنوه بتاعت محافظتي الشرقيه ومدرستي بحر البقر الابتدائيه. والله. لا مش عارف. العمر لحظه. العمر لحظه. شفت يا بقى؟ خبر ابيض. ده العمر لحظه. اديتك كمال أكتر من استنى يا ابني، لحظة العمر لحظه عشان تكتشف العمر لحظه. يا خبر ابيض. سهل قوي. سهل، وانا متاكد انك انت حافظ اصلا العمر لحظه طبعا. طبعا. يا خبر ابيض. 2-2. 2-2. طب احمد، هل انت موافقني ان احنا لو جينا نعمل فيلم وطني بعد كام سنه يعني هيبقى هنتكلم فيه مش عن عبور عقبة قناة السويس، ولكن عن عبور عقبة الكاميرون في تصفيات الأمم، ومش عن اجتياز دفاعات خط بارليف، لا عن اجتياز دفاعات منتخب غانا، وان هتبقى اللقطة مش لقطة الجندي اللي بيسجد على أرض سينا، لا لقطة أحمد فتحي بيسجد على استاد بنجيلا في أنجولا. مش لاحظ ان الروح رايحة في الحتة دي يعني؟ بص، هي الكورة أصلها بتجمع الدنيا. الكورة زي المزيكا، أنا في وجهة نظري يعني المزيكا هي اللي بتجمع الشعوب كتير قوي، أو الفن عامة.